اهلا وسهلا. نقطة من النقط اللي جيمس كلير بيقولها في كتاب اتوميك هابتس: ايه الفرق ما بين الشخص اللي قادر ان هو يستبلش هابت جيدة في حياته، والشخص اللي ممكن يكون نفسه يعمل حاجة كويسة بس بيزهق بعد فترة. الحقيقة انا هتكلم عن تجربتي الشخصية. تجربتي الشخصية كانت على طول في التعامل مع الموضوع ده، كانت هو ان انا ادور على حاجة تموتيفيتني. يعني كنت على طول احاول ان انا when I feel down ان انا الاقي some source of motivation. وكنت بعمل الحاجات التقليديه اللي اغلبنا بيعملها. كان ممكن مثلا افتح فيديو ل one of my role models اتفرج له على motivational فيديو، والفيديوهات اللي هي ازاي to get motivated in 2 minutes، او الفيديوهات اللي على اليوتيوب اللي هو you will not be the same person after listening to this video. والحاجات دي ليها ايفكت، بس الايفكت الحقيقه instant قوي. يعني بتسمعها بتسخن، بتروح مثلا نازل متمرن او تركز في الحاجه اللي عايز تعملها، او تخلص كتاب، بس بعد كده الايفكت بيفيد. انسايت خطير جدا جيمس كلير بيتكلم عليه في الكتاب. الحقيقه هو بيتكلم من زاويه تانية خالص. بيقول كان بيتكلم مع اثليت، بيقول له من وجهه نظرك ايه الحاجه اللي ممكن تكيب يو موتيفيتد، او الحاجه اللي بتفرق ما بين بروفيشنال اند ان اماتشور زي ما هو سماها، اللي بتفرق ما بين انسان قادر ان هو يعمل الموضوع ده بشكل احترافي وبشكل ثابت في حياته، وما بين حد بيعمله اون اوف، ساعات يعمله ساعات ما يعملوش. الرد الحقيقه كان زاويه مختلفه خالص، وهو ده اللي انا عايز اقوله في الفيديو النهارده. الرد كان ان الفرق ما بين البروفيشنال والاماتشور هو ازاي ان البروفيشنال في اي حاجه بيعملها في حياته بقى بيقدر يتعامل مع الايام اللي هو he doesn't feel like doing the job. انت راجل مش قادر تنزل تتمرن النهارده، انت راجل النهارده مش قادر ان انت تكمل في الكتاب اللي انت بتقراه، انت راجل مش قادر ان انت تعمل الشغل اللي انت عايز تعمله، بس انت النهارده مش قادر. هو ده اليوم اللي بيفرق ما بين البروفيشنال والاماتشور. بيقول ان البروفيشنالز they find a way، بيلاقي بطريقة ما وبموتيفيشن ما ان هو يكمل ويعمل الحاجة اللي هو مش قادر يعملها بس عايز يعملها في اليوم اللي هو مش قادر فيه ده. وقال جملة جميلة قوي، قال they find a way to perform although they are bored. بيلاقوا طريقة ان هم يبرفورم مع انه ممكن يكون زهقان ومش قادر يعمل الروتين النهاردة. الاماتشر بيعمل ايه؟ بيقول يا باشا ما فرقتش على يوم، النهاردة بسيطة. and then they slip into الحاجة اللي كنت قلتها في الفيديو اللي فات بتاع missing twice، ان هم they miss twice. فهو ده الفرق بين الاماتشر والبروفيشنال. تخيل الموضوع له فرق امكانيات، ولا الموضوع فرق تالنت، ولا الموضوع فرق، الموضوع it really comes down to a single factor، الا وهو التعامل مع الايام اللي انت you don't feel like it. الايام اللي انت موتيفيتد فيها وطاير ويا معلم، ما دي سهله، ما دي سهله. المشكله في الايام اللي انت لا مفيش انرجي خالص. انت صاحي الصبح، خلينا نتكلم دلوقتي مثلا اغلب اماكن العالم دلوقتي بقت الدنيا برد جدا، الدنيا برد، وانت فور اكزامبل بتحاول تو بيلد روتين ان انت تتمرن الصبح. طب الدنيا برد دلوقتي وانت متكلفت و you don't feel like it. في يوم هتقدر ان انت لا يلا بينا انزل اتمرن وكمل الستريك بتاعتك. طب اليوم اللي انت يور داون، وفور اكزامبل كنت نايم متاخر امبارح و you don't feel like it قوي، هتعمل ايه؟ هو ده بقى الفرق. هو بيقول ان البروفيشنال he will find a way ان هو يكمل although he doesn't feel like it. وبعد الايام اللي هي بتبقى الداون دي غالبا بتروح مديه انرجي مش طبيعيه and it completes the cycle and then you ramp up again، وتلاقي ان الانرجي ابتدت ترجع. فالتعامل مع البوردم والتعامل مع الملل من الروتين نقطة في منتهى الأهمية. الحقيقة نقطة أنا ما كنتش بعتبرها كتير وما كنتش بفكر فيها كتير، يعني ما كنتش بفكر. كنت في الأيام اللي بورد فيها بحاول إن أنا ألاقي حاجة تموتيفيتني، بس ما كانش عندي المعنى بتاع ان وانت بتتعامل مع الايام دي هو تعامل مهم جدا for your future، لان هي الايام دي هي المفصليه. it's not about the high points. هختم ب... بحديث نبوي عن النبي عليه الصلاه والسلام. مش ممكن ازاي اجان زي ما قلت في الفيديو اللي فات، ازاي ان بكلمات بسيطه بتلاقي ان انت ممكن تقعد تلف وتدور. يعني انا بتكلم اهو بقالي 4 5 دقايق عمال بلف ودور وهري، وتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم
قال الكلام فيه جمله بسيطه. في حديث صحيح سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ بيقول لكل عمل شرة وفترة، بيك ولو بوينت. لكل عمل، اي حاجه بتعملها في حياتك لكل عمل شرة وفترة. بص بقى جه قال ايه بقى؟ مش ممكن، والله مش ممكن. ما تكلمش على الفترة خالص، ما تكلمش على الشراء، ما تكلمش على الهاي بوينت خالص. قال فمن كانت فترته اللو بوينتس بتاعته الى سنتي فقد هدي او فقد اهتدى. يعني ايه؟ يعني اللي اللو بوينتس بتاعته مظبوطه او ماشيه كويس، هو ده التمام. he didn't measure the peaks. ما تكلمش خالص على ايام اللي انت طاير فيها و... وبتعمل فيها الشغل الجامد خالص. قال لك اللو بوينتس يا باشا. انت في اللو بوينتس بتاعتك ايه الاخبار؟ بتبرفورم في اللو بوينتس؟ احنا متفقين ان هي لو بوينتس، يعني اكيد البرفورمانس مش كويس، احنا متفقين. لا، هو it's not a good day, you're not having a good day. بس are you doing the bare minimum؟ انت بتعمل الحاجات البسيطة القليلة اللي مطلوبة منك او اللي انت عايز تعملها. لو بتعمل كده انت تمام. لان ايام البيكس يا باشا عيش حياتك بقى. في ايام انت يو فيل لايك ان انت تكسر الدنيا، كسر الدنيا، تمام، ربنا معاك. بس مش هو ده اللي بيفرق. اللي بيفرق الكونسيستنسي في البوتtom لاين. لان لما البوتtom لاين بتاعك يكون above اللي بالنسبه لك ريد فلاجز، ايا كان بقى، حاجه عايز تعملها او حاجه بتبطلها، ايا كان، هو ده البروفيشنال بيرفورمانس. من كانت فترته الى سنتي فقد هدي. كلام والله العظيم كلام اغلى من الذهب. فالنهارده دي كانت خاطره من كتاب اتوميك هابتس اللي انا قربت اخلصه. والحقيقه يعني بفكر ان انا اعمل فيديو واحد بقى للكتاب كله. لو حد شايف ان الفكره دي ممكن تكون مفيده، يا ريت يعني يقول لي في الكومنتس. وشكرا جزيلا ونشوفكم على خير.